والآن حبايبي الحلوين الكتاكيت الأمامير الصغيرين، بابا ميدو جايب لكم حكاية جديدة من الحكايات والأساطير الجميلة اللي بيحبها أنس وبتحبها حور وبيحبوها الأطفال الصغيرين. والنهاردة يا أولاد يا حبايبي يا حلوين هنحكي لكم قصة إيه يا حور؟ نحكي لكم قصة عروس البحر والصياد. عروس البحر والصياد. الحكايه دي حور طلبتها مني كتير وقالت لي يا بابا، هي وانس، انتوا قلتوا لي عايزين ايه يا حور يا انس؟ قصة عروس البحر والصياد. عروس البحر والصياد. ايوه يا حبيب بابا، عروس البحر والصياد. قصة عروس البحر والصياد يا سادة يا كرام بتحكي عن انه كان في ولد صياد صغير كل يوم بيروح البحر وبيرمي الشبك بتاعته علشان يصطاد بيها السمك. وفي ليلة من ذات الليالي وهو بيرمي الشبك بتاعه في البحر حس بثقل كبير. فين يا حور؟ في الشبكة. طلع الشبكة فوجد فيها عروس للبحر نائمة بعيون زرق وشعر أصفر متدلي على جسدها وهي رايحة في النوم. أول ما شافته كده وزعقت صحيت من النوم. طبعا يا أنس ما تهزش بتاع حبيبي، صحيت من النوم هزت شبكها وصحيت. وأول ما شافها عروس البحر والصياد فرح فرح شديد وقال أنا كده خلاص لقيت اللي أنا بدور عليه. عروس البحر الجميلة بعد ما شافت هذا الموضوع صرخت صرخة عظيمة، خاف منها الصياد وقالت له أرجوك سيبني ونزلني في المية من تاني وأنا هعمل لك كل اللي أنت عاوزه. الصياد قال لها ما اقدرش اسيبك، انت شعرك اصفر جميل وعيونك زرق حلوين وما ينفعش ان انا اسيبك، انا لازم تفضلي معايا. قالت له ارجوك ارجوك ارميني في الميه، رجعني الى مكاني، رجعني في المكان اللي انا كنت عايشه فيه وانا هعمل لك كل اللي انت عايزه. قال لها خلاص انا هرميكي في الميه ولكن عن شرط لما انده عليكي تطلعي تغني علشان السمك الكبير والسمك الصغير يجي فيسمعك فاصطاده. قالت له خلاص يا صياد ولك وعد مني بهذا. ده مين يا حور؟ عروس البحر. ورماها. تاني يوم جه هذا الصياد الجميل الصغير الوسيم ورمى الشبكة بتاعته في المية ونادى يا عروس البحر الجميلة اطلعي. فراحت طلعت عروس البحر الجميلة بدأت تغني بصوت ساحر جميل خلاب. فابتدى السمك كله يجي ناحية ايه يا حور؟ الشبكة بتاعت عمو الصياد. فضل عمو الصياد يصطاد في السمك الكبير والصغير ويروح السوق يبيعه وهو فرحان ومبسوط. تاني يوم يجي ينادي على السمكة يا سمكة اطلعي وغني، فتطلع السمكة وتلقي بأعذب الألحان عن اليوم اللي قبله. كل يوم بقى صوتها جميل الأخاذ يسحب هذا الولد الجميل الصياد. فبقى يحبها، شعر ناحيتها بحب غريب. وبدأت الأغاني بتاعتها لما بتغنيها يا حور وهي طالعة كده على ضوء القمر وهي شعرها الأصفر متدلي على جسدها وعينيها الزرقاوتين دول بيسحبوا هذا الساحر. فضل السمك يا حور يجي والسمك الكبير يجي والسمك الصغير ويفضلوا يتنططوا جنب الشبكة بتاعت الصياد، والصياد دماغه مش معاهم. الصياد دماغه مع مين يا حور؟ مع عروس البحر الجميلة. فضل يقول العروس البحر طب اطلعي قربي مني عايز اتكلم معاكي، والسمك عمال يتنطط حواليه. نسي الصياد السمك ونسي القارب ونسي كل حاجة، وفضل عشقه لهذه عروس البحر هو اللي ملأ كل جنبات حياته. وفضل يقول لها طب قربي طب قربي. قالت له لا ما ينفعش ان انا اقرب منك، انا وعدي ليك ان انا هطلع اغني فالسمك يجي لك فتاخده وتروح تبيعه في السوق. قال لها طب اعمل ايه علشان انا عايز اعيش معاكي في البحر، نفسي اعيش معاكي في الحاجات اللي انت بتحكيها والحاجات اللي انت بتغنيها. بتحكي لي عن قصور تحت المية والاسماك الكبيرة والحياة اللي انتوا عايشينها، انا عايز اعيش معاكي هذه الحياة. قالت له مش هينفع تعيش معايا هذه الحياة الا اذا ايه تخلصت من روحك وجيت تعيش معانا هنا في البحر. ونزلت في المية وهي حزينة وهي بتنظر اليه حزينة انها كانت بتحبه برضه.
الصياد المسكين الجميل فضل يمشي 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 ويسأل نفسه ازاي اتخلص من روحي. طبعا الروح هذه هبة من الخالق للإنسان. فضل يمشي 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 وراح للكاهن في الجبل. قال له: يا مولانا الكاهن، أنا عايز أتخلص من روحي. الكاهن قال له: أنت ولد غبي، كيف تطلب مثل هذا الطلب؟ الروح التي خلقها الله للإنسان هي أعظم ما في الوجود، امشي. وراح طرد الصياد بره. الصياد المسكين فضل ماشي ماشي ماشي، ولقى مجموعة من التجار في المملكة واقفين على الباب. قال لهم: يا أيها التجار، بكم تشتروا روحي؟ قالوا له: روحك؟ نشتري روحك ازاي؟ وروحك هتفرق معانا في ايه؟ امشي من هنا ايها الرجل الغبي، فروحك ليست لها قيمه، وانما جسدك له قيمه، هناخدك عبد. الراجل فضل يسال نفسه، هذا الصياد الجميل الصغير يسال نفسه يقول: ازاي هذا الكاهن يقول لي ان الروح ثمينه وغاليه، وهؤلاء التجار يقولوا لي ان الروح ليست لها قيمه بالنسبه لهم؟ اعمل ايه اعمل ايه؟ فضل ماشي ماشي ماشي، وافتكر ان في واحد صاحبه قال له ان في ساحرة على قمة الجبل هي اللي ممكن تخلصه من روحه. ذهب هذا الولد المسكين وطلع الجبل وراح عند الساحرة ونادى عليها: يا ساحرة يا ماكرة اطلعي. فطلعت له. قالت له: اهلا ايها الصياد الجميل الوسيم الصغير، انا عارفه انت جاي ليه. قال لها: انا جاي ليه؟ قالت له: انت جاي لي علشان تتخلص من روحك. قال لها: فعلا، لان انا عايز اعيش مع مين؟ مع عروس البحر. قالت له: انا هخليك تتخلص من روحك، ولكن بشرط، عندما تصبح الليله مضيئه والقمر مكتمل عايز ارقص معاك. ده مين اللي قالت له كده؟ الساحره الماكره. قالت له: انا عايزه ارقص معاك. قال لها: بس كده مفيش طلب تاني؟ قالت له: لا، مفيش غير الطلب ده بس، على ضوء القمر في ليلة مضيئة بكرة تجيلي عشان أرقص معاك. وبالفعل، ولكن هذا الولد الجميل الصغير الذي كان يحب عروس البحر بكل ما أوتي من قوة ما كانش يعرف عن مكر هذه الساحرة، وما كانش يعرف هي مخبياله ايه. وفي الميعاد المنتظر جه، وكان في أبهى صورة، وكانت هذه الساحرة الجميلة اللي شعرها أحمر متدلي عليها جمعت كل الساحرات، وكانت ترتدي ثوبا مطرس من الذهب والماس، ونادت على الصياد قالت له: تعالى علشان ترقص معي. وبالفعل جه الصياد علشان يرقص معاها، وهنا الساحرات كلهم اتجمعوا. وإن شاء الله يا حبايبي يا حلوين نكمل القصة الجميلة عروس البحر والصياد من حكايات الكاتب العالمي أوسكار وايلد المرة الجاية. يلا حيوا عم الجمهور، حيوا عم الجمهور، حي يا ناس. باي 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 باي.